في الستينات CIA كانت بتجرب مشروع اسمه Controlled Response Conditioning أو تكييف الاستجابة المتحكم بها. الهدف منه إزاي نخلي الجندي يفضل ثابت حتى تحت أقصى درجات الضغط النفسي. في المشروع ده جابوا 12 جندي من وحدات النخبة ودخلوهم في محاكاة قتال فيها سب علني، تهديدات، استفزازات صريحة ومواقف إهانة. نص الجنود فقدوا أعصابهم، لكن النص التاني كان مدرب على تكنيك اسمه Red Dot Isolation أو عزل النقطة الحمراء. فكرته ببساطة كل ما الجندي يحس بالغضب يتخيل نقطة حمراء صغيرة زي نقطة سكوب على هدف يركز عليها بعينه الداخلية أو بمعنى أدق بخياله. مجرد ما يعمل كده المخ بيبدأ يفصل عن باقي المشهد، ينقل تركيزه من الناس للنقطة. ونتيجة التجربة دي كانت رد فعل أهدى، تركيز أعلى، وتحكم مرعب في المشاعر. التكنيك ده كان ناجح لدرجة إن الKGB الروسي والموساد تحديدا وحدة سايريت ماتكال استخدموه واعتمدوه في تدريباتهم. طب ليه نقطة حمراء بالتحديد؟ لأن الجنود دايما بيشوفوها في سكوب السلاح، فبقت محفورة جوه دماغهم وسهل جدا استدعائها. وقبل ما تتزرزر وتقول لي حمراء مين وخضرا مين يا عم الحاج، ده كلام مش هعرف اطبقه وتقفل الفيديو. خليني اقول لك اني جايب لك تكنيكات اسهل من كده بكتير وبرضه من اعماق مصادر علم النفس.